السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين سليمة مع وصفة جديدة وفيديو جديد إن شاء الله. نقدم لكم اليوم طريقة تحضير حلوى كتجي رائعة ولذيذة. كانوا كيسميوها قديما، كاين اللي كيقول لها ريشبوند، كاين اللي كيقول لها محبوبة الجماهير، عندها بزاف د الأسامي. كاين اللي كيقول لها كريات الثلج. في حلة جديدة كما كتشوفوها كتجي رائعة. ندوزو نشوفو مكونات وطريقة التحضير، وما تنساوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. في المكونات غنحتاجو 2 حبات ديال البيض، كأس ديال الزيت زيت المائدة، وكأس ديال السكر سنيدة، 125 غرام ديال الزبدة بحارة المطبخ، زبدة رطبة. نحتاجو 1 ساشي ديال خميرة الحلوى وزن 8 غرام، و1 ساشي ديال سكر فانيلا للتنسيم. نحتاجو رشة ملح، والدقيق كيبقى على حسب الخليط، على حسب الحلوى شحال غتدخل ديال الدقيق. نمشيو للطريقة. نحط الزبدة، نضيف لها السكر، كأس ديال السكر، ورشة ملح. صافي، ونبدا نخدم الزبدة، نبدا نخدمها هي والسكر حتى تولي على شكل كريمة. غادي نضيف كيس ديال سكر فانيلا تنسيم، وغنضيف كأس ديال الزيت، ونعاود ندمج المكونات مع بعضهم كاملين. كتبقاو تخلطوا مزيان الزبده والسكر والزيت حتى كيوليو على شكل كريم، باش الحلوى ما تجيكمش ما تجمعش، كتبقى مزيانه ملي كتشكلوها. زدت حبه وحده ديال البيض كنخلط، وغنضيف الثانيه دابا. ضفت الحبه الثانيه، صافي. غنزيد الدقيق دابا، الدقيق كيبقى على حسب، وغنزيد ساشي ديال خميرة الحلوى، صافي. ونحاول نجمع الخليط ديالي، وما كندلكوش الحلوى، مكتسدلكشي يعني الخليط ديالو باش كتجينا الحلوى مرمله. غير كنجمعو هكا شويه بشويه حتى كيتجمع. الطحين عندي مغربل، يعني ضروري متغربلو باش كتاكدوا ديك الكويرات ما بقاوش فيه. صافي دابا تجمعت، نخليها وندوز للمرحله الثانيه. في المرحله غندوز نقطع الشوكولا، وكنقطعو انصاف صغارين هكا،
يمكن لكم ديروا شوكولا ديال الدهن. انا شحال مره درتها بالشوكولا ديال الدهن حتى هو كيجي مزيان. دابا عندي متوفر هذا، ندير هذا. كنشكلو كويرات بحال هكا. انا عملت القياس ديال 20 غرام. نتوما كديروا القياس اللي كيناسبكم. كنفتحها شويه من الشوكولا صافي ونسدها. صافي صافي ونديرها في الصينيه باش ندخلو من الفران. هذا هو الحجم اللي درت انايا. نعاود معكم الطريقه. بالنسبه للشوكولا ديال الدهن لا بغيتو ديروها كتفتحها هكا عادي، كتحط شويه ديال الشوكولا كتجمع نفس الطريقه بحال تحطهم متباعدين شويه. ما كيسيحوش ولكن غير حطهم متباعدين على حسب باش يطيبوا مزيان، يتحمروا من الجناب. ها هي الحلوه من بعد ما شكلناها كامله. غندخلها دابا الفران، سخنته من قبل. غنخليها طيب من الفوق حتى تحمر شويه هكا من تحت. عاد نهبطها. كنراعيو في الطياب اننا ما نخليوهاش تتحمر بزاف، غير شويه وصافي ونخرجوها ونمشيو للمرحله الاخيره من بعد ما طابت الحلوى. هانتوما كتشوفوا التحمار ديالها كيفاش كيجي من تحت كيفاش محمره. صافي دابا غندوزو للخطوه الاخيره. غناخد واحد الكميه ديال الكونفيتير، هذا اللي كيكون جاري ديال الحلوى، ما فيهش ديك الطريفات ديال مثلا هذا المشمش عندي. انا عندي درت قياس الحلوى غير قليل. خديت من هنا 100 غرام ديال الكونفيتير وغنبقى نزيد حسن ما يبقى يضيع. كل مره ندير واحد الكميه. غنضيف عليها 2 معالق كبارين عامرين ديال ما زهر وغنوضعهم على النار ينسجموا مع بعضياتهم مزيان وحتى كتطلع الغاليه في هذا الكونفيتير ونحيدو. صافي دابا نحيدو. كناخدو الحلوى تكون بارده مزيان، نتاكدوا بان خليوها حتى تبرد. صافي نضيف الحلوى. كنغمسوها مزيان في الكونفيتير. صافي كنهزوها وكنوضعوها في الكوك. كنبقاو ماشيين هكا حتى كنساليو الكميه ديالنا كامله. هي من بعد ما ساليناها الحلوى ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى تجربوها وتنال استحسانكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه. الى اللقاء في وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله.